مساكم الله بالخير. يا مرحبا فيكم في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن مجريات مباراة منتخبنا الوطني للناشئين والمنتخب العماني التي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. مباراة جيدة ومستوى إيجابي لمنتخبنا الوطني للناشئين. منتخبنا الوطني خرج بالثلاثة نقاط وبانتظار المباراة القادمة منتخبنا الوطني ضد المنتخب السعودي. لماذا لم يتم بث مباراة منتخبنا الوطني للناشئين ومن المسؤول وراء هذه المهزلة؟ أولا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هو المسؤول الأول والأخير عن عدم بث مباراة منتخبنا الوطني للناشئين. البعض سيتساءل لماذا الاتحاد الآسيوي بالذات؟ أنا أوضح لكم. الاتحاد الآسيوي أعطى حق استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا لدولة الأردن. دولة الأردن هي المسؤولة عن بث جميع هذه المباريات. بالله عليكم، دولة الأردن ماش معها أي قنوات رياضية؟ ما تمتلك قنوات رياضية. سيتم بث جميع المباريات الأخرى جميع الدول، ولكن استهتاء ومهزلة بمنتخبنا الوطني للناشئين من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأيضا من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأيضا من قبل الاتحاد اليمني لكرة القدم. الثلاثة الأطراف يتحملوا المسؤولية. سترون بأن جميع المباريات الأخرى سيتم نقلها على أقرب القنوات الأردنية، أو قناة الأردن الرياضية، أو قناة عمان الرياضية، أو قناة السعودية الرياضية. لكن منتخبنا الوطني بالرغم أن الجمهور اليمني كان يترقب بشغف بث هذه المباراة. قناة السعيدة أعلنت عدم نقلها للمباراة، بثت آخر 10 دقائق من هذه المباراة، ولكن حسب ما تحدثت قناة السعيدة بأنه خلل من المصدر. انتهت المباراة وإحنا منتظرين نشاهد ولو جزء بسيط من هذه المباراة، ولكن تم بث آخر دقائق من المباراة وبجودة رديئة جدا. عموما نحمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذه المهزلة، بحيث أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعطى دولة الأردن حق الاستضافة. لماذا لم يقوموا ببث مباراة منتخبنا الوطني للناشئين؟ أيضا الاتحاد اليمني مسؤول عن هذه المهزلة. فيما يخص المباراة، فالمباراة كانت جيدة لمنتخبنا الوطني للناشئين، قدم فيها مستوى جيد، وكانت الأفضلية لمنتخبنا الوطني خلال شوطي المباراة. الشوط الأول انتهى بتقدم منتخبنا الوطني بهدفين دون مقابل. منتخب عمان عاد في بداية الشوط الثاني. منتخبنا الوطني عاد وتقدم في نهاية الشوط الثاني في الدقيقة 84. لا نعلم شيئا عن مجريات المباراة، كون المباراة لم يتم بثها، ولا يوجد أي ملخص لهذه المباراة حتى اللحظة. قناة السعيدة أعلنت بأنها ستقوم بنقل المباراة كاملة في اليوتيوب عقب انتهاء هذا المباراة، ولكن منتخبنا الوطني تمكن من الفوز على المنتخب العماني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بانتظار المباراة القادمة، مباراة منتخبنا الوطني ضد المنتخب السعودي الأربعاء القادم إن شاء الله. مباراة مهمة جدا، نتمنى من منتخبنا الوطني يقدم مستوى جيد، وإن شاء الله أن منتخبنا يفوز ويكتسب ثلاث نقاط ويتأهل إلى الدور النصف النهائي. وبالأخير هذا كرة القدم، فوز وخسارة. وهذا كل ما كان لدينا في هذا الفيديو. بالأخير إذا أعجبكم المحتوى اشتركوا بالقناة وشاركونا آراءكم وتقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.